السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في كورس الفريلانسنج المقدم من أكاديمية دعم. إن شاء الله قبل ما نبدأ الكورس حابب أعرف بنفسي أنا مين. أنا اسمي عبد الرحمن صبري، خريج كلية هندسة قسم كمبيوتر. حاليا شغال باج هانتر وويب سكرابر. لو حابين نعرف إيه هو الباج هانتنج عموما أو الويب سكرابنج، فالباج هانتنج ده نوع من أنواع الفريلانسنج بس مش مشهور قوي لأنه عبارة عن نوع من أنواع الfreelancing مخصص في مجال معين، يعني مش كل المجالات تقدر تشتغل فيه، هو عبارة عن اكتشاف للثغرات. فمنصة الfreelancing المخصصة ليه مثلًا هتبقى عبارة عن شركة بتنزّل تقول أنا عندي الموقع بتاعي ده عايز أختبره هل فيه ثغرات معينة أو هل هو مهدد للاختراق والّا لأ، فلو حد دخل ولقى الثغرة عندي يبلغني بيها وهاكافئه على الثغرة ديّة. ده الشكل العام للbug hunting. إنما الweb scraping هو النوع اللي متعارف عليه أكتر في منصات زي Upwork وخمسات ومستقل، بحيث إن العميل بينزّل الوظيفة والfreelancers بيقدّموا عليها، ييجي العميل يعمل interview للناس اللي قدّمت على الوظيفة، ويشوف أكتر واحد مناسب بالنسبة له ويعيّنه للوظيفة ديّة. فلو سريعًا كده حبينا نعرض إيه هي أنواع المنصات اللي ممكن نشتغل عليها في الfreelancing، فهنبدأ مثلًا بأول منصة مثلًا نشوف النوع الأول ده عبارة عن إيه. النوع الأول إن عميل ييجي يطلب منّك أو ييجي ينزّل في المنصة أنا عندي الوظيفة الفلانية، أنا عايز شخص يعمل لي موقع ليّا، فينزّل مواصفات الموقع بتاعه والfreelancer اللي شايف نَفْسه مناسب للوظيفة والمتطلبات ديّة يقدّم على الوظيفة اللي العميل منزّلها، والعميل بعد كده يشوف مين الناس اللي قدّمت عنده، ويشوف مين أكتر واحد مناسب للوظيفة بالنسبة له، ويكلّموا بعض ويتفقوا مع بعض على كل التفاصيل اللي بعد كده. فلو شُفنا أشهر موقع عربي بيعمل أو أشهر منصة عربية لكده، هنلاقيها منصة مستقل. نشوف كده مثلًا لو دخلنا على منصة مستقل وشُفنا إيه هي أنواع الوظائف اللي موجودة عليه، هنلاقي مثلًا وظائف للبرمجة، للهندسة، في تصميم فيديوهات والصوت، عندنا كتابة وكده، وحاجات كتير، تمام؟ حتى في ممكن تلاقي إدخال بيانات، معالجة بيانات، ودعم فني. فلو رجعنا فوق مثلًا نبُص نشوف إيه مثلًا الوظايف اللي موجودة في البرمجة، فلو بصينا على أول وظيفة موجودة مثلًا من 9 ساعات، في 22 freelancer قدّموا عليها. لو دخلنا نبُص عليها هنلاقيها مثلًا إيه، هو طالب وكاتب كل التفاصيل اللي هو محتاجها، تمام، ومنزّل الوظيفة من إمتى، من 9 ساعات، والميزانية اللي هو حاططها للوظيفة، والمدة المتوقعة أو اللي هو متوقع إن الوظيفة تتم فيها 60 يوم. ده النوع الأول اللي شُفناه. لو حبينا نشوف النوع التاني اللي أنا باشتغل فيه أكتر حاجة أو اللي هو متوفر مخصص للfreelancer اللي شغالين في مجال الcyber security، هنلاقي مثلًا موقع اسمه HackerOne، تمام، programs. هنلاقي مثلًا كل شركة عاملة ليها بروفايل على الموقع اللي اسمه هاكر وان. مثلًا نشوف الشركة دي أو نشوف الشركة دي مشهورة أوي في مجال حجز الفنادق وكده، Airbnb، تمام. هنا مثلًا بيقول لك إيه، لو أنت بلّغت عندي عن ثغرة خطورتها ضعيفة، ده المبلغ اللي إحنا متفقين عليه، لو الثغرة medium متوسطة أو high، ده النوع التاني. وأكيد في أنواع كتير على حسب في أنواع منصات كتير للfreelancing على حسب المهارة اللي أنت متخصص فيها. فمثلًا برضه ممكن نلاقي مثلًا لو أنت مُدرِّس أو أنت شاطر في مهارة معيّنة وحابب تعلِّم الناس أو تشتغل كمُدرِّس ليها، هتلاقي مثلًا منصة اسمها Bereply أعتقد، ديّة أنت بتخش على المنصة وتعمل لنفسك بروفايل كمُدرِّس وتقدّم، والناس بتخش تطلب مثلًا لو أنت شاطر في اللغة الإنجليزية أو حتى في مُدرِّسين للغة العربية وفي مُدرِّسين قرآن وتجويد على المنصة برضه. فأنت تشوف على حسب المهارات اللي متوفرة عندك، ممكن تدوّر على منصات متخصصة فقط في المهارة بتاعتك، زي ما قُلنا أنا شغال في الcyber security فأنا عندي منصات للcyber security بس، غير المنصات اللي هي مفتوحة لكل الناس زي مثلًا مستقل وupwork وخمسات. لأ، إحنا ممكن تشوف المهارة بتاعتك أنت متخصص في إيه، وتشوف المنصات المتخصصة في المهارة بتاعتك بالضبط، هتلاقي عليها المنافسة أقل من المنصات الكبيرة، وفرصتك بتبقى أعلى فيها. فإن شاء الله مهمتنا في الكورس ده هتبقى مبنية على 3 محاور رئيسية، نبدأ نفهّمك أو نعلّمك إزاي الfreelancing بيشتغل من الأساسيات بتاعته،
وهنطبّق الكلام ده على أمثلة حقيقية، ونحاول نوصل لعقلية أو الmindset بتاعة الfreelancer. في خلال الكورس بتاعنا هنتعلم إيه هي أساسيات الfreelancing، إيه هي المنصات المتوفرة واللي ممكن نشتغل عليها، إيه هو إزاي نعمل portfolio أو profile على المنصة ديّة، وتاني حاجة هنشوفها إزاي نعمل تخطيط أو نخطط للوظيفة بتاعتنا، إزاي نحلل نقاط ضعفنا وقوتنا عن طريق الSWOT analysis، ونحدد إيه هي المهارة اللي هنبني عليها الfreelancing بتاعنا والتخصص اللي جواها، إزاي نعمل personal branding لنفسنا، وإيه هي الsoft skills اللي المفروض تكون متوفرة عند كل freelancer. شكرًا ليكم.